لكن انا ما ينفعش استدعي المغرب، لان المغرب في اي سياق في المونديال هي معديانا. بلاش اقحام اسم المغرب. انت بقى عامل لي حفله عشان كسب لي نيوزيلندا المنتخب الوحيد اللي كسبانه. لا يجوز استدعاء المغرب ليها. يعني ايه؟ يعني نوعيه الاسئله اللي شبه مين لاعب كره احسن، مصر ولا المغرب؟ طب يا ترى المغرب عملت 80 دقيقه زي اللي مصر عملتها قدام الارجنتين؟ طب يا ترى احنا لو لعبنا المغرب في كاس العالم كان ممكن نكسبها؟ التنافس بين مصر والمغرب انا اشوفه واحده من افضل الحاجات اللي حصلت على مدار متابعتي للكوره. يعني احنا عمرنا ما اتحطينا في منافسه مع المغرب او اتحطينا في جمله واحده بهذا الشكل قد الفتره دي. يمكن لان الصدمات بقت اكتر، يمكن لان هم سبقونا وبنحاول نلحق، يمكن لانه المنافسات ما بين الانديه خلقت انطباع انه الاهلي فارق كتير في بطولات افريقيا عن الانديه المغربيه اللي تراجعت. في اشتباك كبير يعني. بس انا عايز احط بس النقط على الحروف في كام حاجه. اي حاجه احنا عايزين نقولها على منتخب مصر في كاس العالم لا يجوز استدعاء المغرب ليها. يعني ايه؟ يعني نوعيه الاسئله اللي شبه مين لاعب كره احسن، مصر ولا المغرب؟ طب هو مين اللي عمل مباريات اقوى، مصر ولا المغرب؟ طب يا ترى المغرب عملت 80 دقيقه زي اللي مصر عملتها قدام الارجنتين؟ طب يا ترى احنا لو لعبنا المغرب في كاس العالم كان ممكن نكسبها؟ في نوعيات اسئله من النوع ده ظهروا بعد النشوه بتاعه ال 80 دقيقه قدام منتخب الارجنتين. انا لو مصر لعبت المغرب في اي وقت هشجع مصر، واي بطوله تجمع مصر والمغرب هشجع مصر، واي حاجه هيلتحق بيها اسم مصر مع اسم المغرب، اسم مصر فوق المغرب في كل بطوله وفي اي منافسه. لكن انا ما ينفعش استدعي المغرب، لان المغرب في اي سياق في المونديال هي معديانا وهي سبقانا بشويه حلوين. المغرب عملت تلت ساعة لنص ساعة قدام البرازيل مهينة لتاريخ المنتخب البرازيلي، مهينة لتاريخ المنتخب البرازيلي. منتخب المغرب كسب منتخب اسكتلندا اللي هو منتخب جيد إلى حد ما، أسوأ الظروف يعني ممكن تحطه في نفس الليفل مع إيران اللي احنا واجهنا صعوبة كبيرة جدا علشان نقدر نخرج بالمباراة دي واحنا متعادلين. منتخب المغرب عمل مباراة أسطورية رجع فيها قدام منتخب هولندا. منتخب المغرب طلع كندا اللي هي صاحبة الأرض، أي نعم يعني المباراة كانت في أمريكا أعتقد مش في كندا، لكن في النهاية صاحبة الأرض ومنتخب كان جيد إلى حد ما. كون بقى إن هم قدام فرنسا لعبوا مباراة سيئة، وكون ان هم قدام فرنسا ما عملوش نفس اللي انت عملته قدام الارجنتين، فده لان فرنسا مختلفة تماما عن الارجنتين. وهم بقى يلوموا نفسهم على فكرة انت بالتيمبو ده، بالبنش مارك اللي انت حطيته، باللعيبة اللي عندك، بمحمد وهبي، باللي انا قلته بقى ده كله، ماتش البرازيل وماتش اسكتلندا وطلعت كندا وماتش هولندا، انت كان لازم تبقى احسن من كده شوية. لكن لو انت ما بقيتش احسن من كده في المباراة دي، فيبقى ان انت في النهايه افضل منتخب قدم كوره بالنسبه للمنتخبات العربيه. انا فخور جدا بمنتخب بلدي ان هو اداني حاجه انا ما شفتهاش قبل كده، وعمل انجاز بالصعود لدور انا ما وصلتلوش قبل كده. كل الكلام ده جميل، لكن يا جماعه ارجوكم، الكلام هنا لكل الناس، بتكلم على جمهور، بتكلم على صحفيين، بتكلم على اعلام، بلاش اقحام اسم المغرب. ليه؟ فهو لما يلاقيك انت عمال تقحمه في كل ده، هيبقى رد الفعل ايه؟ انت بقى عامل لي حفله عشان كسب لي نيوزيلندا المنتخب الوحيد اللي كسبانه، ومغلوب من الارجنتين ومتعادل مع ايران، وعامل